أوضح بلاغ وزارة الداخلية أن التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية أسفرت عن تحديد هويات أكثر من 40 متطوعا مغربيا تم إرسالهم منذ شهر أبريل 2012 للجهاد ضمن فصائل تنظيم القاعدة، حيث يخضعون لتداريب مكثفة من أجل إشراكهم في عملية عسكرية وانتحارية. وأضاف البلاغ أن من بين المتطوعين عناصر قضوا عقوبات سالبة للحرية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى معتقلين سابقين بغوانتانامو يتمتعان بخبرة عالية في استخدام الأسلحة اكتسباها سلفا بمعسكرات القاعدة بأفغانستان. وأشار إلى أن نفس التحريات أوضحت أن 3 عناصر من هذه الخلية ينحدرون من مدينة سبتة سبق أن لقوا حتفهم خلال تنفيذ عمليات انتحارية استهدفت مواقع حساسة داخل إحدى مناطق التوتر. البلاغ أكد أيضا أن التناسل المتنامي للشبكات الإرهابية التي تنشط في مجال استقطاب الشباب المغاربة المتشبعين بالفكر الجهادي للقتال ضمن تنظيمات إرهابية أصبح يشكل مصدر قلق متزايد على المستوى الأمني، وهو ما يتجسد في إحباط عدة مخططات تخريبية كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة دأب تنظيم القاعدة وحلفاؤه على بلورتها وتجنيد المتطوعين المغاربة لتنفيذها. وخلص البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.